السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومية هلا بأحلى متابعين، إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. اشتاقت لكم كلش هواية. اليوم وصفتنا كلش طيبة ولذيذة، هي المسخن الفلسطيني. هنا عندنا الدجاجة مالتنا غسلناها كل زين وحمسناها بالدهن، وراح نخلي التوابل مالتنا كالمعتاد عليها، اللي هي الدارسين أو القرفة، ورق الغار، نمو بصرة، الماجي، راس بصل وشوية قرفة والملح. أكيد راح نحمسهم كل زين لحد ما تطلع ريحة التوابل، وبعدين نضيف الكركم والمي الدافئ عليهم. وطبيعي راح يصير تشريب كالعادة مثل ما نسوي. هنا الدجاج مالتنا أخذ لون، ريحته طلعت تجنن مالت التوابل. طبعا راح نخليه على النار يستوون على راحتهم. طبعا المسخن الفلسطيني هي أكلة فلسطينية شهيرة. الأكلة عبارة عن طن من زيت الزيتون والبصل المقطع، يا إما قطع صغيرة يا إما شرائح جوليان، يعني واحد حسب الرغبة. وعبارة عن طن من السماق، يعني فد كمية محترمة. هنا عندنا 5 رؤوس بصل كبار، يعني كيلو أو أقل الكيلو. راح نقطعهن شرائح طولية، شرائح جوليان. وراح هنا بعدها نخلي زيت الزيتون ونحمس الشرائح مالت البصل لحد ما يتكرمل. أهم شي يتكرمل على مود تطلع الحلا مالت البصل ويا الحموضة مالت السماق. راح يعطي ميكس يخبل بالطعم مالت الدجاج. طبعا بنات جربوها هاي الطريقة، طلعت فد شي كلش طيب. يعني كل مرة عائلتي ما يكملون الدجاجة كاملة، هي الدجاجة وزنها كيلوين، لكن هالمرة يعني صورت لكم بنهاية الفيديو أكلة والدجاجة كاملة من قد ما كان طعمها لذيذ وطيب. فجربوها كلش طيب الصير. هنا أنا خليت 3 ملاعق كبار، يعني كمية محترمة من السماق. وقلت لكم زيت الزيتون لازم يكون متواجد كلش هواية. زيت الزيتون يعني تتغرق الخبز، راح يتغرق بيها. والبصل كمية همينة كبيرة. طبعا بنات أحب أشكركم جزيل الشكر على تعليقاتكم الحلوة الإيجابية اللي كلها طاقة وحيوية. ممتنة من عندكم على هاي القلوب الطيبة واللسان الحلو اللي يخليني أحب أقدم الأفضل والأحسن. ربي يخليكم إلي ولا يحرمني منكم ومن تعليقاتكم الحلوة. وأتمنى منكم ما تنسون دعم قناتي باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على ميزة الكل حتى يوصلكم إشعار كل ما أنزل فيديو جديد. نكمل وصفتنا بنات. هنا بدينا بعد ما تكرمل عندنا البصل. يا ريت بنات لو عندكم بصل البنفسجي الأحمر، يعني ينطي طعم بعد أطيب. هنا حمسته ويا السماق وشوية ملح ويا زيت الزيتون. وهنا أنا أخذت قرص الخبز العراقي مالتنا، الطعم أطيب يصير. أنقعه بالتشريب وأصفطه بصينية الفرن، فد 3 قرص حسب حاجتكم وعددكم بالبيت. فهنا غرقتهم بالتشريب صار كلها دسومة وخليتها بصينية الفرن. بعدها راح أجيب قطع الدجاج مالتي، وهم يعني أخلي من عنده من نفس الكمية مالت السماق والبصل وأدهن الخبز كله. يعني هي هاي الأكلة عبارة عن شي حامض وشي بملوحة حموضة حلا، والطعم يعني كلش طيب. يعني أنا تفاجأت بالطعم مالته لأنه أنا أول مرة أسوي، وما شاء الله نجحت عندي التجربة. والطعم ولا أروع من هيك. بعد جربوها وراح تدعولي. طبعا هنا بعد ما شبع الدجاج عندي بالكمية مالت الصلصة صارت عندي مالت المسخن، راح أدخلها للفرن 10 دقايق مو أكثر، بس ياخذ تحميرة. الخبز يقسب عندي والدجاج يقسب، وبعدها نطفي الفرن وتاكلوه بألف صحة وعافية. اللي وصل وياي لهاي اللحظة لا ينسى إنه يدعم قناتي باللايك والاشتراك، وحاولوا تشاركون الرابط مالت القناة ويا أهلكم وأحبابكم. أتمنى إن شاء الله أوصل وياكم ل100 ألف، والله لا يحرمني منكم ومن تواجدكم ومن كلماتكم الطيبة والحلوة مثلكم. إن شاء الله راح تكملون أنتوا الفيديو، وأنا اللي هنا أنا أقول لكم مع ألف سلامة.